انا عارفة ان في اكلات لما بنسمع اسمها على طول جوانا صوت بيقول بلاش ده هيبوظ كل حاجة، ومن اهم الاكلات دي الفينو. بس لو قلتلك ان المشكلة عمرها ما كانت في الفينو نفسه، ولا في العيش، ولا في اي اكل على وجه الارض، لكن المشكلة دايما في الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع الاكل، اللي هي الخوف والضغط والحرمان والندم والاكل بسرعة، والاكل واحنا زعلانين، والاكل واحنا مش مركزين. لكن النهاردة احنا هنفهم، وصدقوني لما الفهم يحصل الخوف بيختفي. خلينا نتكلم عن الفينو، العيش اللي معظم بيوتنا ما تخلاش منه. ولو جينا بصينا على الاساس العلمي، لكل 100 جرام من الفينو فيها 266 سعر حراري، 7.6 جرام بروتين، 50.6 جرام كربوهيدرات، 3.3 جرام دهون. طب لو قسمنا الحكاية أصغر، لكل 1 جرام بس فيه 2.7 سعر حراري، 7 جرام بروتين، 50 جرام كربوهيدرات، 3 جرام دهون. وده بيسهل علينا نعرف كل لقمة بناكلها رايحة فين بالظبط. طيب نروح لأكتر شكل مشهور، الفينو الصغير اللي احنا كلنا بناكله، بس ده الحجم الصغير. واحد فينو صغير وزنه تقريبا 28 جرام، فيه 74 سعر حراري، 2.1 جرام بروتين، 14.1 جرام كربوهيدرات، 9 جرام دهون. يعني الفينو الصغير ده فيه 74 سعر حراري بس، يعني مش قنبلة ومش كارثة ولا عدو الدايت. العدو الحقيقي الإفراط والإضافات التقيلة والأكل من غير وعي. كم مرة قلتي أنا مش هاكل فينو خالص، وبعدين رجعتي كلتي 2 و3؟ كم مرة كلنا قررنا نمنع حاجة فزادت جوانا ان احنا ناكلها كتير؟ السر هنا مش في المنع، السر في التوازن، السر في انك تعرفي قد ايه بتاكلي مش تمنعي. جسمك محتاج طاقة، الكاربز مش شر، الدهون مش عدو، والأكل مش عقاب. اللي بيتحكم في جسمي وجسمك هو السلوك اليومي، الهدوء والوعي والراحة النفسية قبل الأكل، إنك تمضغي على مهلك، إنك تسمعي جوعك وشبعك مش صوت حرمانك. ولو هتاكلي فينو خليه مع بروتين علشان يشبعك أسرع، خليه مرة واحدة في اليوم مش كل الوجبات. اشربي مية قبل الأكل، خلي وجبتك على طبق مش في الكيس، كلي وانتي هادية مش مستعجلة. ودلوقتي قوليلي بصراحة، أنهي واحد فيهم بتحبيه أكتر، العيش الفينو ولا العيش البلدي؟ عايزة أعرف رأيكم بجد، لأن على حسب إجاباتكم هنعمل حلقة كاملة مخصوص عن اللي بعده. اكتبيلي في التعليقات، أنا بقرأ كل كلمة وبستنى كلامكم دايما. استنوني في الفيديوهات الجاية، سلام.